السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول يونت 8 الجزئية الكلمات الخاصة بالوحدة كلها إن شاء الله. يلا بينا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Protecting our planet، إزاي نحافظ أو نحمي كوكبنا. تعالوا مع بعض نشوف الكلمات المهمة الخاصة بالوحدة. أول حاجة عندي أنتاركتيك اللي هي القطب الجنوبي، عندي أركتيك القطب الشمالي. يبقى هو نفس المقطع، ولكن الجنوبي زايد عليه أنتاركتيك، لكن القطب الشمالي أركتيك. تمام، أهي نفسها، هي ARCITIC، هنا ARCTIC. طيب عندي بعد كده كلمة chemicals، يعني مواد كيميائية. chemicals عندي climate change تغير المناخ. كلمة climate هو ده المناخ، change تغير. طب عندي كمان coral reefs يعني شعاب مرجانية. كمان معانا planet الكوكب. recycle يعيد تدوير، recycle إعادة التدوير. volunteer متطوع. waste يهدر أو يبدد، وساعات بتيجي بمعنى إيه؟ القمامة أو النفايات. air pollution اللي هو تلوث الهواء، air pollution. عندي deforestation اللي هو إزالة الغابات أو التصحر. ما لما بزيل الغابة بيبقى إيه؟ خلاص ما عادش بيبقى فيه أشجار ولا حاجة فبتتصحر. deforestation، كلمة فورست أصلا يعني غابة من غير الدي، يعني لو حذفنا الدي اللي في الأول فورست غابة. طب حطت لها دي وحطت لها ايشن، مقطع ايشن في الآخر، يبقى deforestation بقت إزالة الغابات. طب عندي كمان global warming الاحتباس الحراري. طيب melting ice اللي هو ذوبان التلج. melt يعني يذوب، ice تلج، يبقى melting ice ذوبان الثلج. طيب absorb يمتص. عندي كمان electricity كهرباء، increase يزيد من. طيب كمان معانا farming الزراعة، forest fires حرائق الغابات، حرائق الغابات. عندي fossil fuels اللي هو الوقود الحفري. كمان معانا solar energy اللي هي الطاقة الشمسية، solar energy. wind power طاقة الرياح، wind power. معانا كمان ميثان اللي هو الغاز الميثان. بقية الكلمات اللي معانا damage يتلف. metal معدن. project مشروع. عندي drought جفاف. طيب كمان flood فيضان. produce ينتج. طيب تعالوا بقى نشوف كمان. طبعا الجزئية دي احنا اتفقنا ان احنا بنقراها، لازم نقراها كلها بفهم وبتركيز، وكمان بنحفظ، بس ايه لازم عشان الحفظ ما يتبخرش لازم نقراها بفهم. طيب تعالوا كمان نشوف معانا definitions التعريفات. بيقول لي هنا air pollution يعني ايه تلوث هواء، قال يعني damage caused to the air حاجة تدمير حصل في الهواء by chemicals and waste بالمواد الكيماوية والنفايات. طب melting ice ذوبان الجليد. a problem هي مشكلة. مالها؟ طبعا احنا عارفين القطبين الشمالي والجنوبي، فاللي هو ايه الاركتيك والانتاركتيك. القطبين دول مالهم؟ حصل فيهم مشكلة because of global warming نتيجة ايه؟ الاحتباس الحراري. تعالوا كمان نشوف deforestation اللي هي ازالة الغابات او التصحر. بيقول هنا trees مالها are cut down، تم قطع الغابات دي او الاشجار، فبقت ايه are cut down. طيب عندي كمان landfill site اللي هو موقع سايت يعني موقع دفن النفايات، اللي هي landfill على بعضها بقى تبقى landfill site اللي هي a place مكان where rubbish حيث النفايات مالها buried بيتم دفنها under أو is buried عشان يبقى مبني للمجهول is buried under the ground تحت الأرض، أو a place أو هو مكان where people
حيث الناس leave rubbish بيتركوا القمامة on the land على الأرض. طيب عندي كمان climate change تغير المناخ. قال لي the earth's weather changes تغير مناخ الأرض. طيب drought الجفاف a long period of time فترة طويلة من الوقت no rain falls مفيش أمطار بتسقط. وgreen house gas اللي هو غاز الاحتباس الحراري a gas هو عبارة عن غاز such as carbon dioxide which cause global warming اللي هو السبب الرئيسي في ايه في الاحتباس الحراري. طيب absorb اللي هو يمتص to take in a liquid لإما يتاخد في سائل or gases through أو الغاز من خلال ايه السيرفيس السطح. كربون دايوكسيد اللي هو الغاز ثاني أكسيد الكربون ماله أجاز هو غاز we breathe out يعني ايه اللي هو الزفير لما بنخرج هواء من الأنف ده اسمه زفير. breathe out is produced by burning fossil fuels بيتم إنتاجه منين أو بيطلع لنا منين من اللي هو ايه حرق الوقود الحفري. طيب تعالوا كمان نشوف ايه هو الوقود الحفري. قال لي اللي هو فوسيل فويل. قال لي natural material مواد طبيعية such as petrol زي البترول and oil والزيت burn for energy بيتم حرقهم عشان يعملوا لنا ايه طاقة. ميثان الغاز الميثان هو عبارة عن ايه natural غاز طبيعي produced by animals بيتم انتاجه ايه من خلال الحيوانات and dead plants والنباتات الميتة. طيب solar energy الطاقة الشمسية energy from the sun هي طاقة من الشمس. خلصنا التعريفات تعالوا بقى نشوف take a shower اللي هو يأخذ حمام اللي هو يستحم يعني. طيب أخدت ايه أخدت take. طب هنا pass exams اللي هو ايه بيجتاز الامتحان pass exams. عندي كمان in the same way أخدت حرف الجر in the same way بنفس الطريقة. عندي solution to حل ليه. serious for خطير ليه. عندي كمان بريس ان يستنشق بريس اوت اللي هو الزفير. طيب كمان تعالوا نشوف السكيلز الخاصة بالدرسين الأول والتاني. بيقول لي هنا هنتكلم عن discussing environmental problems هنناقش مشكلات البيئة. يهمني في الحتة دي ايه السؤال بيتسأل ازاي عشان الحاجات دي بتيجي في الديالوج وفي الميني ديالوج فأنا يهمني طريقة السؤال ازاي عشان أحفظه وأحفظ الصيغة بتاعته أو أجيب ما يشابهه أو قريب منه. عندي هنا بيقول لي هنتكلم عن مشكلات البيئة فبيقولوا what will happen ايه اللي هيحصل if we recycle rubbish لو احنا قعدنا تدوير القمامة يبقى what will happen if we recycle rubbish. قال له ايه our environment will be cleaner هتبقى أنظف بيئتنا هتبقى أنظف. why is the planet becoming hotter ليه الكوكب أصبح أكثر حرارة. هنقول because of climate change عشان بسبب تغير المناخ. طيب what gas does rubbish make ايه الغاز اللي القمامة بتعمله when it is put in landfill sites لما بتتحط في مكان دفن النفايات. it makes a greenhouse gas اسمه كده بتنتج غاز اسمه ايه greenhouse gas called ميثان بيتسمى غاز الميثان. طيب how does deforestation create greenhouse gas ازاي ان التصحر بينتج غازات الاحتباس الحراري. قال لي when we cut down trees لما بنقطع الشجر the carbon dioxide stays in the air. طبعا احنا عارفين أهمية الشجر وأهمية النبات ان هو بيمص من الجو غاز ثاني أكسيد الكربون وبيطلع لنا الأكسجين. فأنا لما هقطع الشجر هعمل تصحر هيحصل لي ايه مش هيبقى عندي شجر كتير فبالتالي هيحصل ايه ان غاز ثاني أكسيد الكربون stayed in the air هيبقى موجود في الجو. طيب what gases أي نوع من الغازات do we make احنا بينتج أو بنصنعه when we burn fossil fuels أما بنحرق الوقود الحفري. قال لي greenhouse gases غازات الاحتباس الحراري. طيب why is recycling ليه إعادة التدوير good جيدة for the environment كويسة للبيئة. ليه هنقول if we recycle more paper we can avoid cutting down our forests لما احنا بنقوم بإعادة تدوير الورق هيجنبنا اللي احنا نقطع ايه أشجار الغابات وده هيساعدنا
slow down climate change، نبطئ من تغير المناخ. طب تعالوا يقول why are trees، ليه الأشجار good for the environment، كويسة للبيئة. هنقول because they breathe in، لأن هو إيه بيستنشق كربون دايوكسيد، النبات بيستنشق إيه ثاني أكسيد الكربون which is bad for the environment، اللي هو مضر أو ضار بإيه بالبيئة. هنبدأ نتكلم على lessons 3 and 4 الكلمات الخاصة بيهم. فعندي هنا عندي كلمة connected متصل بيه، عندي head teacher مدير المدرسة، عندي ink اللي هو الحبر سواء الحبر اللي في القلم أو أي حبر، عندي هنا printer الطبعة، عندي fabric اللي هو نسيج القماش، النسيج بتاع القماش اسمه fabric، عندي fishing net شبكة صيد، عندي loom اللي هو النول، عندي thread اللي هو الخيط، عندي traditional تقليدي، ويفنج النسيج. طيب ده كمان تعالوا نشوف بلوج يعني مدونة إلكترونية، ديزاين يصمم، discussing مناقشة، عندي ريسايكلينج بوكس صندوق إعادة التدوير، ريسايكلينج سنتر مركز إعادة التدوير، كلمة سنتر يعني مركز أصلا، عندي تكنولوجي اللي هي التكنولوجيا، كاربت سجادة، ليزر جلد، كالشر ثقافة، إيجيبشن مصري، عندي كمان جولري مجوهرات، وول يعني صوف. بنبص على السفكس والبرفكس والانتونومي والسينونيمي وبعدين نبدأ في الديفينيشنز. بيقول لي هنا انك يعني ايه الحبر، قال لي هو liquid هو سائل used in pens بيستخدم فيه الأقلام or printers أو الطبعات for writing للكتابة أو drawing الرسم وحاجات تانية كمان. طيب printer carriage اللي هو المكان اللي بيتملى فيه الحبر. a piece of plastic قطع من البلاستيك contains تحتوي على and supplies ويتم ملء ink for supplies ink بيتم ملء ايه الحبر فيها. طيب من اجل ايه البرينتر طبعا. طب عندي فابريك اللي هو نسيج القماش، قلنا cloth or material قماش او مادة مالها used to make clothes تستخدم لصناعة الملابس او الباجز الحقائب وهكذا. طيب لوم اللي هو ماكينة النسيج a machine used for weaving تستخدم للخياطة. طب ثريد الخيط نفسه a long piece of cotton هو خيط طويل من القطن او من السلك الحرير. people can use to sew or make clothes الناس ممكن تستخدمه عشان تخيط وتصنع ملابس. طيب weaver عامل النسيج a person makes clothes by weaving بيصنع الملابس من خلال ايه النسيج او نسجها يعني. طب weaving the art of making clothes اللي هو فن صنع الملابس by crossing threads using باللي انت تخلي الخيط يعبر using a special machine باستخدام آلة معينة. طيب تعالوا كمان نشوف هنا بعض التعبيرات. عندي start a recycling project يبدأ مشروع التدوير، عندي do some research يقوم بالأبحاث، find a way يجد طريقه. كمان معانا make into يحول إلى، throw away يتخلص من، throw away يتخلص من، عندي work on يعمل على. بعض الملاحظات قال لي انا عايز اعمل اقتراح making suggestion اعمل اقتراح، قال لي زي ايه بستخدم حاجه كذا حاجه من ضمنها ناخد حاجتين اتنين بس دلوقتي. let us بيجي بعد الفعل في المصدر يعني هيا بنا او يلا بينا. why don't we ليه احنا ما نعملش بيجي بعدها الفعل برضو في المصدر. طيب انا عايز افرق بين be made of و be made from. قال لي be made of جاي معاها حرف الجر of، قال لي دي مصنوعة من والمادة الخام ما اتغيرتش. زي ايه this door is made of wood الباب هو معمول من الخشب وانا عارفة ان هو مصنوع من الخشب فاخدت made of. طيب made from قال لي دي المادة الخام بتتغير ومصنوع من شيء اخر. زي ايه؟ قال لي glasses is made from sand انا شايفة قدام عيني ايه كوباية مصنوع موجود فيها ازاز. قال لي لا دي مصنوعة اصلا من الاصل ايه من الرمل، الرمل هو اللي اتحول لازاز. فمادامها الشكل اتغير عن المادة الخام اللي كانت داخلة فيه اصلا عشان تكونه بقول made from. تعالوا نشوف المهارات الخاصة بالدرسين الثالث والرابع. قال لي how to write ازاي تكتب a review of a traditional craft تكتب نقد عن حرفة تقليدية. طيب هعمل ايه؟ هقول في الاول ان Egyptian crafts are popular with tourists مشهورة قوي عند السياح، وان اذكر باسم حرفة معينة واقول is one of the most popular crafts in
واذكر المكان اللي هي مشهورة فيه او المكان اللي بيبقى مشهور فيه الحرفة دي، او اقول in this craft people use، او المواد الخام اللي الناس بتستخدمها في الحرفة، او اقول I think more people should learn that craft، ان معظم كثير من الناس لازم يتعلموا الحرفة دي، او it is very important for the Egyptian economy، وهي مهمة للاقتصاد المصري. طيب نيجي بقى نشوف الكلمات الخاصة بالدرسين الخامس والسادس. قال لي انا عندي هنا attractive يعني جذاب attractive، عندي conclusion خاتمة conclusion خاتمة، عندي harvest أعشاب harvest أعشاب، عندي member عضو، عندي spider plants اللي هي نباتات عنكبوتية spider plants، عندي washing up water الماء المتبقي من الغسيل washing up water، عندي water لوحدها يعني يروي أو يسقي، عندي disappear يختفي remind يذكر، عندي سي جراس اللي هي أعشاب البحر، عندي انفايت يدعو، ريوز يعيد استخدام، فاميليار مألوف، عندي بيبي فيش سمكة صغيرة، تمبريتشر درجة حرارة، وولد ويتلاند داي اللي هو اليوم العالمي للأرض الرطبة. عايزين نعرف كمان ان الاختصار بتاع ذا يو كي اللي هو الولايات المتحدة البريطانية، بريطانيا يعني لندن. طيب تعالوا نشوف الديفينيشنز. هاربس يعني ايه؟ اعشاب. قال لي بلاندس هي نباتات، leaves are used اوراقها بيتم استخدامها in cooking في الطبخ او الطهي or as a medicine او في كدواء. طيب سي جراس عشب البحر، قال لي ابلانتو نبات، lives in the sea بيعيش في المية، near the coast بالقرب من الساحل. طيب بعض التعبيرات قال لي give a speech اللي هو يلقي خطابا، give a speech، عندي كمان keep air clean يحافظ على نظافة الهواء، عندي كمان order a material يرتب، او present a material يعرض مادة للكلام عنها يعني. طب عندي to conclude اللي هو في الخاتمة عشان يختم، take care of يهتم او يعتني به، solution بتاخد حرف الجر for و to يعني حل ليه، عندي turn on و off عكس بعض، افتح واقفل، reasons for اللي هي أسباب ليه. طب تعال نشوف التصريف. عندي تصريف choose بقت chosen، smelled choose يعني اختار، وسميل يعني يشم. طب نشوف بعض الملاحظات. قال لي it is best to بيجي بعدها الفعل في المصدر، it is best to choose plants جاي بعدها الفعل في المصدر. طب هنا عندي start by و finish by الاتنين بيجي بعدهم الفعل في ing. طب عندي هنا keep زائد صفة، at this keeps us fit keep زائد صفة. طب هنا it is وبعدين بيجي بعدها صفة وبعدين to بعدين الفعل في المصدر، it is really important to recycle. طب هنا stop قال لي بيجي بعدها الفعل في ing. طب وhelp قال لي بيجي ساعات بعدها فعل في المصدر أو to بعدين الفعل في المصدر. آخر حاجة معانا في كلمات الوحدة هي skills المهارات الخاصة بالدرسين 5 and 6 الخامس والسادس. بيقول ازاي giving a speech ألقي خطاب. قال لي في الأول to start a speech عشان نبدأ الخطاب لازم أقول today I am going to talk about، أنا هتكلم النهاردة عن وأذكر حاجة. طيب بعد كده عندي to move to a new point عشان انتقل لموضوع أو نقطة جديدة بقول to conclude نخلص الخطاب بتاعنا او طلعنا بالخطاب بتاعنا بايه، او اقول I'd like to finish by saying احب انهي بان انا اقول كلمة واذكر الكلمة دي زي ايه. كده خلصنا مع بعض الكلمات المهمة في يونت 8. دمتم في حفظ الله ورعايته.